السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. الفول الطبق الجميل اللي احنا بنعشقه وبنتخيل طعمه كل ما نعمل طبق فول ان هو يطلع جميل وحلو. طبعا الاضافات اللي بتضاف للفول هو بيستوي بتغير طعمه ولونه، وكمان الاضافات اللي بتضيفيها بعد ما يستوي يعني. وقبل ما يستوي هقول لك الاضافات، وبعد ما يستوي اقول لك الاضافات. اهم حاجة انك بتشتري الفول من مكان مضمون وتغسليه كويس جدا وتجربيه انك بتعملي كمية بسيطة، وبعد كده بتبتدي تشتري الكمية الأكبر لما تتأكدي إن الفولة حلوة. بتنقعيه كويس جدا بعد ما تغسليه وتنقيه لمدة 12 ساعة على الأقل، وممكن يطول لغاية 24 ساعة، وده بيسارع في سواه وكمان في تقليل الوقت بتاع السوا. احنا بنضيف إضافات جزر أصفر و عدس أصفر وفول مدشوش بالكميات، وكمان كركم ومعلقة سكر. دي معلقة السكر، وبعد كده هنضيف الكركم حسب رغبة كل واحد، وليمونة مقطعة شرايح. وكمان بنضيف حتة فلفل أحمر أو فلفل أخضر عشان يدي سنة شطة كده. وكمان بنضيف طماطم متقطعة صغير. كل الإضافات اللي بنضيفها دي بتخلي لون وطعم الفول تحفة. المية لازم اللي هنحط فيها الفول تكون مغلية كويس جدا. بحط كل الإضافات وآخر حاجة بحطها الفول، يعني بتغلي الإضافات دي كلها بحط الفول وبحط له كمية المية المناسبة ليه، يعني ده نص كيلو مالية نص الحلة مية مغلية. وابتدي احط الفول اللي هو نقعاه لمدة 12 ساعة على الأقل وغسلاه كويس جدا، واسيبه يغلي ربع ساعة كويس جدا على النار عالية، وبعدين ابتدي اهدي النار اخليها زي الشمعة، واقفل الحله كويس جدا واسيبه مع نفسه بقى. ده اسمه كمر الفول، او ان احنا بندمس الفول، يعني بنسيب الفول يستوي على نار هاديه. كل ما كانت النار هاديه كل ما كانت النتيجه روعه في تسويه الفول. شايفين شكل الفول بيتغير حسب كميه الطماطم اللي حطاه، كميه البصل، الجزر اللي حطاه، كميه الكركم اللي حطاه. بعد ما بيستوي الفول احنا مثلا نطحنه بالهاند بلندر او في الخلاط، او تاكليه كده بزيت وليمون وطحينه على حسب رغبتك. وشايفين شكل الفول تاني يوم. هو ده اللي يحدد لك نجاح الفولة ونجاح